لو محتاره في الاكل تعالى اقولك نعمل غدا سهل وموفر وما بياخدش وقت خالص. اول حاجه هنجيب نص كيلو من البانيه هنقطعه مكعبات صغيره، وبعد كده الخله بتاعت الشيش طاووق دي، وكمان هنجيب فلفل مشكل، فلفل الوان مشكل، ومعايا تتبيله المشويات دي من ويلز حلوه قوي وتحفه بتنفع معاكي لاي حاجه عايزه تشويها، ومعايا رز بسمتي منقوع في ميه بتغلي حوالي نص ساعه. هجيب اول حاجه هتبل الشيش طاووق، هجيب التتبيله بتاعتي الرائعه دي وهحطها، مش هحط اي حاجه تانية خالص، التتبيله دي وكفى، وتحطي معاها معلقتين من الزيت وكفايه قوي. سيبيها ربع ساعه في التلاجة او ممكن تبيتيها ليله كامله براحتك. جهزت اول شيشتايه وكايه اول خله، وبجد شكلها حلو قوي. تعالوا اقولك بعملها ازاي. اول حاجه معايا بصل عشان يديلي عصب كده للخله بتاعتي، وبعد كده بقى حبايبي هحط اللحمه بتاعتي الفراخ بتاعتي مقطعاها مكعبات صغيره، وهحط الفلفل بقى براحتي. هزين بقى ايه العود بتاع الخله براحتي خالص زي ما انا عاوزه. يعني ظبطي كده العود بتاع الشيش طاووق خليه كده حلو وشكله جميل ويفتح النفس. كتري كده الوان على قد ما تقدري. بجد يا جماعه اكله سهله وبسيطه ما بتاخدش غير نص ساعه في الفرن وبتطلع تحفه. جهزنا العيدان بتاعتنا، وبعد كده هجيب صينيه حلوه كده واحط فيها الخلل بتاعه الشيش طاووق دي بالظبط نص ساعه وبتكون جاهزه معايا. ما حطيتش فيها اي ماده دهنيه، انا سبتها كده. هي الفراخ بتنزل صوص كده او ميه بتسوي في عرقها كده، او زي ما بيقولوا ايه منها فيها. تعالوا بقى نجهز احلى رز بسمتي. اول حاجه بصلايه مفرومه في الكبه، بعد كده معايا اللي هي الليمونه المجففه وعود قرفه، وبشوحهم شويه، وبعد كده يا جماعه بنزل بالرز بتاعي. طبعا هحط معايا بقى معلقه من الكركم كبيره ومكعب صغير من مرقه الدجاج، وبس كده حلوه قوي. وهقلب تقليبتين 3، وبعد كده هضيف الميه بتاعتي عاديه خالص، مش عايزين نكتر الميه لان احنا كنا ناقعينه اصلا في ميه. بصوا اللون ده مظبوط جدا وحلو. طبعا يا جماعه انت ليكي حريه الاختيار، ممكن ما تحطيش اللون براحتك، بس بجد اللون ده تحفه. هزود بقى شويه ميه، ده كركم، معلقه من الكركم حطيتها عليه وزودت الميه وهسيبها تستوي. عايزه اقول لكم الشيش طاووق بقى جاهز، تحفه فنيه، حلو جدا جدا يا جماعه ما شاء الله. ما خدش معايا وقت خالص وكان جوسي كده ومستوي وجميل. كان عندي ورك فرخه في الفريزر طلعته سخنته عشان خاطر يعني نزود الاكل بتاعنا وكده. عملت بقى سلطه مميزه جدا جدا مع الرز البسمتي والشيش طاووق. هي بقى ايه؟ سلطه زبادي بالخيار. سلطه الزبادي بالخيار سهله جدا وما بتاخدش اي وقت، ان شاء الله هعملها معاكم في فيديو وهقولك سريعا عملتها ازاي. جبت كوبايه زبادي من الكبيره، وجبت خيارتين قشرتهم يا جماعه، وبعد كده بشرتهم بالمبشره وسبتهم يصفوا من الميه، وحطيت عليهم معلقه صغيره من الملح، مش معلقتين، وبس كده، وقلبت كله في بعضه. وكمان حطيت عليه فص ثوم مهروس في الكبه، وكمان حطيت نقطتين من زيت الزيتون، وكده كانت جاهزه معايا احلى سلطه طحينه. وبجد الاكل تحفه، والشيش طاووق جميله جدا 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 ومشويه وزي القمر. كده خلاص خلصنا الاكل بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير. سلام عليكم، باي باي.